بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. دلوقتي معادكم مع البارت نمبر 2 في مراجعة الميد ترم للصف الخامس الابتدائي. احنا في البارت نمبر 1 خدنا الجيف ساينتفك ترم، وكان بارت مهم جدا، وقلت لكم ان انتوا تكتبوا كل الاسئلة في كشكول لوحده، علشان احنا لما واحنا رايحين على الامتحان واحنا بنذاكر مش هنقعد بقى نتفرج على الفيديو كل شوية، لا هنمسك كشكول ونعرف السؤال ونعرف اجابته. طيب، تاني سؤال او من اهم الاسئله اللي بتبقى موجوده عندنا في الامتحان حاجه اسمها جيف ريزون. جيف ريزون طبعا احنا سؤال رخم واحنا عارفينه، بس احنا الكام سؤال اللي احنا هناخدهم دلوقتي دول لو انت كتبتهم وكتبت اجابتهم مظبوط، فعلا اي سؤال هيجي لك فيه الجيف ريزون ان شاء الله هتعرف تحله. فاول سؤال عندنا في الجيف ريزون بيقول لي the formation of images through narrow holes. احنا خدنا قاعدة أساسية أو رول أساسية إن اللايت travels in through أو travels in straight lines. الضوء بيمشي في خطوط مستقيمة، وبناء على ده ممكن يجي لي السؤال بكذا طريقة. يعني بص كده الإجابة عاملة إزاي. بيقول لي due to light travels in straight lines، إن الضوء بيمشي في خطوط مستقيمة. بص بقى السؤال ممكن يجي لي إزاي. ممكن يجي يقول لي give reason the formation of images through narrow holes، وممكن يقول لي shadow is formed when light falls on opaque object، ان الضوء بيتكون لما بيقع الضوء على او الظل بيتكون لما الضوء بيقع على جسم معتم، لان الضوء بيمشي في خطوط مستقيمه، فهو لو ما عرفش يعدي مش هيعرف يعدي، مش هيعرف يظهر في الناحيه الثانيه. برضه ممكن يقول لي سؤال تاني بنفس الاجابه. كل دي اسئله بنفس الاجابه. the picture that formed in camera is inverted and minimized. دي خدناها دي في الليسون. قلنا ايه؟ لان اللايت travels in او travels in straight lines. كل دي اجابات لنفس المعنى. يبقى due to light travels in straight lines، لان الضوء بيمشي في خطوط مستقيمه. light travels in straight lines. يبقى لو جه جاب لي اي سؤال من دول وقال لي مثلا the formation of images through narrow holes، او قال لي shadow is formed when light falls on opaque object، او قال لي the picture that formed in camera is inverted and minimized، هقول له because light travels in straight lines. تعالوا ناخد question number 4. بيقول لي glass is transparent material. اول ما يقول لي ليه glass is transparent material هقول له يعني ايه؟ يعني ايه transparent material؟ يعني هو لما يسالني يقول لي الحاجه دي ليه transparent، هقول له ايه معنى ان الحاجه دي transparent؟ هقول له because light can transmit through and، يعني تقدر تعدي منها، and object behind it can be seen clearly، يعني تقدر تشوفها بوضوح. تعالوا نشوف الاجابه نكتبها ازاي. اهو هتقول له because، لما يجي يقول لك ليه الحاجه دي transparent، because light can transmits through it، ان الضوء يقدر يعدي it، and object behind it can be seen clearly، يعني يقدر يتشاف بوضوح. طب لو قال لي ليه، او قال لي give reason، الكرتون اللي هو بتاع مثلا الكرتون اللي هو بتاع الصناديق والكلام ده، كرتون is an opaque material. لو جاب لي اي حاجه وقال لي ليه الحاجه دي اوبيك ماتيريال، هقول له يعني ايه اوبيك ماتيريال؟ عرفنا نجاوب ازاي؟ هروح اقول له اللي انا حافظه عن الاوبيك ماتيريال. انا حافظ ايه عن الاوبيك ماتيريال؟ اهو حافظ ان because light can't pass through it and the object behind it can't be seen clearly، او can't be seen. طيب، فاكرين لما خدنا في الجيف ساينتفك تيرم وكنا بنحفظ الترانسبيرنت ماتيريال والاوبيك ماتيريال والسيمي ترانسبيرنت، وقلت لكم الحاجات دي مهمه جدا؟ يبقى لازم انت تكون حافظ الحاجات دي، لان انت في الجيف ريزون هتكتب له نفس الكلام ده. هتقول له because light can't pass through it and the object behind it can be seen، ما اقدرش ان انا اشوفها. ماشي؟ طبعا احنا بنكتب السؤال وبنكتب اجابته. احنا كده خلصنا نمبر
5. تعالوا نخش على السؤال نمبر 6. You can see your image in the plane mirror. نرجع تاني نفتكر انا ليه بشوف صورتي في المرايه؟ لان الضوء بيقع على المرايه ويحصل له عمليه ايه؟ يحصل له عمليه ريفليكشن، الضوء ينعكس، فلما ينعكس اشوف صورتي. فهمتوا؟ يبقى في حاجه اسمها الايه؟ الريفليكشن. بس بكل بساطه هقوم كاتب له ايه؟ هقوم كاتب له ديو تو اللايت ريفليكشن. يعني جاي له هنا كده اقول له ديو تو لايت reflection. due to light reflection. تعالوا نشوف الإجابة بالظبط نكتبها ازاي اهو. due to light reflection. بسبب انعكاس الضوء. يبقى أنا لو فاهم يعني إيه light reflection هجاوب على السؤال بمنتهى البساطة. بس برضه نحفظ، يعني نكتب السؤال ونكتب إجابته. نمبر 7 بيقول لي You can see objects in the lightened room. ليه بنقدر نشوف الحاجة في الأوضة المنورة؟ هو احنا بنشوف الحاجة ازاي؟ هو هنا عاوز يقول لي احنا بنشوف الحاجة ازاي؟ لأن النور بيقع على الحاجة دي وينعكس لينا. because the light falls on it، يعني بيقع عليها and reflects to our eyes، يعني هيرجع تاني لعينينا causing حاجة اسمها الفيجن اللي هي الرؤية، وممكن نقول عليها seeing اللي هي الايه؟ المشاهدة. يبقى نمبر 7 نجاوب عنها ازاي؟ هنجاوب عنها بالشكل ده، نقول because light falls on it and reflects to our eyes causing vision يعني الرؤية أو seeing. Number 8 the pencil which is partially يعني جزئيا immersed يعني مغموس في الووتر in water seems broken، يعني لما بنحط القلم مثلا جوه كوبايه، يعني دي كوبايه اهي واحنا ايه دي فيها ميه وحطينا قلم، القلم بشوفه عامل كده والاقيه مكسور عامل كده، يعني بلاقيه في الميه كده مش ايه مش سليم، هو سليم بس انا بشوفه مكسور. ليه بشوفه مكسور؟ لان في حاجه اسمها الريفراكشن. الريفراكشن due to يبقى انا عندي ريفليكشن وعندي الريفراكشن due to refraction. number 8 due to light refraction. يبقى انا عندي ريفليكشن وعندي ريفراكشن. نحفظ الريفراكشن دي كويس جدا. تعالوا نشوف سؤال تاني مهم، بيقول لي the rainbow appears in sky after rainfall. برضو فاكرين كل ده؟ لو انت حافظ ال scientific term هتعرف تجاوب على الجيف ريزون بمنتهى البساطة. بيقول لي ليه بيتكون القوس قزح في او الرينبو في السماء بعد ما النطره بتمطر، بعد ما يكون في يوم يعني يكون صاني كده وفي يوم في شمس؟ لان احنا عارفين ان في حاجه اسمها السبليتنج او السيباريشن او الاناليزيشن. كل دي حاجات عارفين. السيباريشن يعني اللون بيتقسم لكذا، اللون بيتقسم لكذا لون تاني، يبقى due to light splitting او separation او analyzing. كل ده يتكتب عشان نحفظه صم. red transparent sheet seems red when light falls. ليه الاحمر بيبان احمر؟ يعني ليه الترانسبيرنت شيت، يعني لما اجيب ورقه لونها احمر او شيت او بلاستيكيه لونها احمر تبان حمراء؟ لان هي بتمتص كل الالوان وتسمح للاحمر انه يعدي. فاهمني؟ يعني هي تمتص كل الالوان وتسمح، اذا قال لي ترانسبيرنت شيت يبقى allow transmission of
the same light، يعني تسمح للون بتاعها ان هو يعدي. تعالوا نشوف الإجابة. because it absorbs all light colors and transmit its own color اللي هو الريد. طب لو الحاجة دي مش transparent، لو الحاجة دي opaque، زي مثلا ايه؟ زي مثلا البنانا لونها ايه؟ لونها يلو. ليه بنشوف البنانا يلو؟ ليه بنشوفها لونها؟ لان هي بتمتص كل الالوان، هي absorbs all colors and reflect بقى، مش بترانسميت، لان هي اوبيك اصلا، هي بتسمحش اصلا ان حاجه تعدي، هي بتعكس and reflect the same light اللي هو اليلو. يبقى تعالى نشوف الاجابه اهو. بيقول لي because it absorbs all light colors and reflects، لان هي اوبيك، its own color اللي هو اليلو. لو جاب لي بنانا، لو جاب لي ابل. طب لو قال لي الابل ليه بنشوفها حمراء، لونها احمر ريد؟ لان هي it absorbs all light and reflects its own color اللي هو ايه؟ الريد. لو قال لي ليه بنشوف مثلا البطيخه خضراء؟ لان it absorbs all light and reflects اللون بتاع البطيخه اللي هو ايه؟ الاخضر. طيب تعالوا نشوف السؤال ده. give reason we see white paper as it is. ليه بنشوفها as it is؟ يعني ليه بنشوفها بيضة؟ لأن اللون الأبيض بيعكس كل الألوان. because it reflects all the right colors، إن هي بتعكس كل الألوان اللي بتقع عليها. أهو because it reflects all the right colors، كل الألوان اللي موجودة عليها. بيقول لي ليه why red green and blue are primary colors. ليه الألوان دي primary؟ ليه سمينا دول primary؟ والسؤال ده مهم جدا وبعتوه لي انتوا كتير. لأن it's impossible، يعني مستحيل to produce them by mixing two secondary colors، لأن أنا ما أقدرش أحصل على ولا الريد ولا الجرين ولا البلو by mixing two secondary colors. secondary colors زي اللايت بلو، زي مثلا زي اي لون تاني غير الالوان، يعني زي الوان كتير غير الريد والبلو والجرين. يبقى ليه سميناهم primary colors؟ because it's impossible to produce them by mixing two secondary colors. بيقول لي الريد ابل a red apple seems black when you look at it from green sheet. والسؤال ده بقى انتوا بعتوه لي كتير جدا. بص يا سيدي، بيقول لي ليه التفاحة الحمراء ماشي بتبان سودا لما بتبص لها من شيت لونه اخضر. يعني هي لونها احمر اصلا، احنا عارفين ان لونها احمر، بس حطينا قدامها شيت لونه اخضر وخلينا الضوء يعدي، لقيناها بانت سودا، بقت بلاك. ليه بتبان بلاك؟ لان اولا الضوء لما يجي يعدي على الشيت الاخضر، يعني بصوا تعالوا ايه، تعالوا ارسمها لكم، تعالوا ارسمها لكم، تعالوا كده نعمل ايه. ادي التفاحه لونها اللي هي الايه، التفاحه اللي هي الحمراء دي، وادي اللون الاخضر اهو، ده شيت لونه اخضر خلاص. وبعدين في ضوء هيعدي، الضوء ده لونه ابيض، مش عارف بقى اوريكم الابيض ده ازاي هيبان ازاي هنا، مش عارف بصراحه، بس المفروض ان ده ضوء لونه ابيض اهو هيعدي يعني. فالضوء اللي لونه ابيض ده في كل الالوان، في 7 كولرز، هيجي يعدي من الاخضر، هيجي يعدي من الاخضر. الاخضر هيعمل ايه؟ الاخضر هيمتص كل الالوان ويسمح للاخضر ان هو يعدي. الاخضر او الشيت الاخضر ده هيخلي كل الالوان البيضاء اللي نازله يمتصها اللي هو 7 كولرز، ويسمح للاخضر بس انه يعدي، لان اللون الابيض ده جواه 7 كولرز من ضمنهم الاخضر، فهو هيمتص كله ويسمح للاخضر انه يعدي. كده الاخضر بس هو اللي عدى. لما يجي ينزل على التفاحه الحمراء، التفاحه الحمراء هتعمل ايه؟ هتمتص كل الالوان وتعكس الاحمر،
طب هي مش لاقيه الاحمر، هي لاقيه كله اخضر، فتقوم باينه ايه؟ باينه ان هي بلاك. فجاه نلاقي الايه؟ التفاحه بقى لونها بلاك. طب لو احنا شلنا الشيت ده خالص، لو احنا ايه جينا قلنا ايه؟ احنا هنشيل الشيت ده كله وهنخلي التفاحه تتعرض على اللون الاحمر على طول، اللون الابيض على طول. لما نخلي اللون الابيض يقع على تفاحه، هتقوم التفاحه عكس كل الالوان اللي جوه الابيض، وتخلي تمتص كل الالوان اللي جوه الابيض وتعكس اللون الاحمر، بس ما نشوفها حمرا. مظبوط؟ يلا نكمل. يبقى a red apple seems black when you look at it from green sheet. ليه بتبان black؟ لان ده السؤال نمبر 14. because the sheet doesn't transmit any color except its own color. يبقى احنا فهمنا الاجابه معناها ايه، بس لما نيجي نكتبها هنقول له because the sheet doesn't transmit any color except its own color. إجابة واضحة جدا. طيب تعالوا ناخد give reason تاني. The magnet attracts iron. ليه بيجذب الايرن but doesn't attract الكبر؟ هو عاوز يقول لي ايه الحاجات اللي ليها magnetic، الحاجات المagnetic ماتيريال والحاجات اللي مش magnetic ماتيريال. طبعا انت لو حافظ البارت الاولاني اللي هو كان فيه الجيف ساينتفك ترم هتعرف تجاوب برضه. because iron is an magnetic material but الكبر not magnetic material. بكل بساطه اجابه بسيطه جدا. يبقى ليه المغناطيس يجذب الحديد وما يجذبش النحاس؟ لان الايرن is magnetic material but كبر not magnetic material. number 17 او number 16 بيقول لي iron is magnetic material but copper is not. هنا بقى ايه عاوزني اقول له ليه هو magnetic material؟ هعكس له الاجابه بتاعتي بمنتهى البساطه. انا عاوزك تبقى ذكي. يعني هو بيقول لي ليه ده انجذب للمغناطيس؟ لان هو magnetic material. طب ليه ده magnetic material؟ لان هو بينجذب للمغناطيس. because it can be attracted to the magnet but copper can't be attracted to it. number 16. number 17 when you approach a magnet to paper clip they will be attracted to the two magnet poles. بيقول لي ليه لما بتقرب الكليبس البيبر الكليبس اللي هي الايه الحاجات اللي عارفين الدبوس المشبك بتاع الورق ده اسمه البيبر كليب، ليه لما بنقربه للمغناطيس بينجذب ليه جامد في البولز؟ يعني ناحيه البولز اللي هي الاطراف. احنا عارفين المغناطيس ده ليه تو بولز، ليه النورث والساوث، لان القوه في البولز بتبقى اقوى ما يمكن. because the magnetic poles have the most powerful force of attraction. هي فيها اغلب القوه بتاعه الاتراكشن. يبقى number 17 because the magnet poles have the most powerful force of attraction. number 18 when the electric current flows through a wire that is put beside a compass its needle deflects. بيقول لي ليه لما بقرب magnetic current يعني بقرب تيار كهربائي جنب الكامبس النيدل اللي هي السهم يعني كده بيتحرك، يبتدي يتحرك كده، لان احنا عارفين ان الكارنت اللي هو الالكتريك كارنت ده بيبقى ليه ماجنتيك افكت، ليه ماجنتيك افكت. انتوا عارفين الكهرباء دي ليها ماجنتيك افكت. فلو انت قربت الالكتريك كارنت لكامبس النيدل بتاعتها ديفكتس. وممكن يجي السؤال ده على فكره في وات هابن اف، وجاب لك قال لك ان انا هقرب
تيار كهربي من كامبس، هتقوم انت قايل له its needle deflects. طيب تعالوا ناخد اخر سؤال عندنا في الجيف ريزون، وهو سؤال مهم جدا. it's preferable to increase the number of coil، يعني ده بيبقى preferable اللي هو preferable يعني prefer يعني مفضل يعني او يستحسن، يعني مستحسن ان ازود increase the number of coil turns in the electromagnet. ليه يستحسن ان انا ازود العدد بتاع الكويل اللي هو اللي بيلف in the electromagnet؟ علشان to increase the magnetic force، لان علاقة طردية. انتوا هتاخدوا الكلام ده لما تكبروا شوية، بس هتفهموه اكتر. to increase، لا كلمة increase هنا مكتوبة غلط، it's magnetic force. يبقى لما بزود الكويل number of coil turns اللي هي عدد اللفات اللي هي اللي ملفة حوالين المغناطيس، يعني بيزود الفورس. هنقف لحد هنا في الجيف ريزون. دي كل الجيف ريزون اللي انتوا محتاجينها. اتمنى ان انتوا تذاكروها كويس وتهتموا بالمذاكرة. فعلا انا بعمل معاكم مجهود يعني كبير، وفعلا في مجهود كبير قوي بيتعمل، وانا فعلا يعني مجهد بسبب الفيديوهات بتاعتكم. فاتمنى ان انتوا تذاكروا وتكتبوا الحاجات دي كلها في كشكولكم، وفعلا انا بوعدكم ان مش هيخرج اي سؤال بره الاسئله دي. ويمكن اغلب الناس اللي بتديكوا برايفت، او اغلب الناس اللي بتشرح لكم الساده المدرسين وكلهم ناس محترمين، بس احنا لمين الاسئله كلها المهمه مع بعض، ومش بنبخل عليكم باي حاجه. اتمنى ان انتوا تكونوا على قد المسؤوليه دي، ونتقابل بقى في البارت اللي جاي ان شاء الله. هناخد بقى اسئله منوعه كتيره كده، ترو اور فولس، وات هابن اف، وهناخد اسئله حلوه كتير. واستنوني في البارت اللي جاي ان شاء الله. مبسوط ان انا معاكم. نتقابل في البارت اللي جاي. كنت معاكم مستر احمد الباشا. باي باي.